صبحكم الله بالخير اخواني جميعا. ان شاء الله الحين متوجه للمطار وبعدها رايح بوكيت لتصوير الحلقه الرابعه من برنامج مسافر كويتي. اسال الله يوفقنا ونطلع بشيء حلو ومميز ينال على اعجابكم باذن الله. بس اللي قاهرني السفره ليش الساعه 4 الفجر؟ حارس عماره؟ صبحكم الله بالخير اخواني جميعا. ان شاء الله الحين نازل ورايح اشوف شنو الرحلات اللي ممكن نروح لها اليوم ونختار واحده منها. خلكم معنا. يمكن البعض منكم يسال احمد من وين نقدر نحجز الرحلات السياحيه؟ طبعا في اكثر من طريقه تقدر تحجز من خلال الرحلات السياحيه. الطريقه الاولى ان في بعض الفنادق توفر خدمه حجز الرحلات عندها، بس بصراحه ما افضل هالشيء لان غالبا يكون الاسعار عندهم مرتفعه. ثاني طريقه واللي افضلها ان في وايد اكشاك موجوده بالشوارع تقدر من خلالها تحجز الرحلات. طبعا بعد ما شفت الرحلات الموجوده قررت اركب الفيل. والله يستر، توني راكب الفيل الغثيث وصار له مليون ساعه وللحين ما تحرك غير خطوتين. حرام عليك ذليتنا، تكفى امشي يرحم امك امشي. مليانه هسه مليانه مالهم ما مليانه عمي مليانه حتى روحنا طلعت. سبحان الله، شوفوا الجو شحالاته. لا اله. طبعا هذا انتم قاعد تشوفون الفيل كل 3 دقائق ينزل ياكل، كل 3 دقائق ينزل ياكل. يرحم امك عاد، خلاص تكفى فكنا. لمتى؟ الرحله كلها قضيتها اكل. طبعا الحين رايح قاعد يحاول يوكله. حبيبي ما يحتاج تحاول، والله العظيم هو صار له ساعه خلص نص الحديقه. شوفوا ايش متنا. عمي انت باقي لك كيلوين وتصير في القرية التراثية. طبعا هذه بعض الاشجار الموجودة، ما شاء الله، يعني الطبيعة عندهم شيء خيالي. يا جماعة حاب اتناقش معاكم موضوع وحاب اسمع رأي كل واحد فيكم. ليش البعض داخل بلده ما يحترم القوانين، لكن اذا سافر لدولة اجنبية تلاقي اكثر واحد يحترم القانون؟ يعني على سبيل المثال بقول لكم شيء للأسف قاعد أشوفه بشكل شبه يومي. وانت ماشي بالشارع تشوف أشخاص يطلعون الأكياس اللي فيها الوسخ من جامة السيارة ويقطونها بالأرض، لكن نفس الشخص هذا لما يسافر برا تلاقيه حيل حريص على نظافة شوارعهم. هل لأن ببلده ضامن إنه ما راح يطبق عليه القانون؟ ومثل ما يقول المثل من أمن العقوبة أساء الأدب، ولا في أسباب ثانية تخلي يسوي مثل هالأشياء؟ أتمنى كل واحد فيكم يكتب بالكومنت رأيه عن الأشخاص هذول وشنو السبب اللي يخليهم يسوون مثل هالأشياء. الصراحة الشيء اللي استغربته من هالفيل وعن الفيلة ككل الشعر مالهم. شوفوا الصراحة شوك مو شعر، شوك. شوفوا ما شاء الله. شوفوا طبعا الحبيب اللي جايبني قاعد يدخن وطايح له سجاير. طبعا رحلة الفيل لها 3 أنواع. النوع الأول فقط نص ساعة، النوع الثاني واللي هو 45 دقيقة، والنوع الثالث واللي أنا ماخذه اللي هو ساعة كاملة، وهذا على شيء. الحين انتم حاطين ساعة كاملة وهذا على شيء، وهذا فيلكم دقيقتين يسويها 7 ساعات. خلاص ما راح نقدر نسوي شيء اليوم. طبعا هذه بعض المساكن
حق الموجودين هني بكل صراحة، بكل صراحة لما الواحد يشوف النعمة اللي هو عايش فيه ويشوف اللي عايش فيه غيره لازم يحمد ربه 1000 مرة. لأنه والله إحنا النعمة اللي عايشين فيها في ناس غيرنا يتمنون يوصلون ربعها، فكلمة الحمد لله هذه أفضل شيء ممكن تقولها في هالوقت. بصراحة رحلة الفيل رحلة حلوة، خاصة الجزء الأخير منها، يعني الصراحة استمتعت فيه وتستاهل التجربة. إن شاء الله الحين راح أبدي مغامرتي وأروح أصور مع النمور. إن شاء الله الحين رايح أكسر راس النمر، بس إذا ما شفتوني بالفيديوهات الجاية عرفوا إنه سواني مكبوس لحم. الحين طبعا مع التايجر الجميل اللطيف. يا الحبيب حرام عليك قم صحصح بس كنوب داشين بفلوس احنا حرام عليك. إن شاء الله الحين راح أدش حق النمر اللي أكبر من النمر هذاك، ومثل ما كسرت راس هذاك راح أكسر راس هذا. Mai mua cho thì đây mai không? Super, super. Super lại, super lại. Jump Jump. Wow. يا جماعة شكل النمر لما ينط حده قوي. بصراحة مهما حاولت أوصل لكم الشيء اللي قاعد أشوفه ما راح أقدر، لأنه فعلا بالطبيعة وايد أحلى. نايس. Give me watermelon. One.
and 1 mango. €4. Yeah, 1. No. 1. Spicy. Yeah. Mango. What you want? What you do? Ice cream. No, don't have it. I have fruit. ان شاء الله الحين رايح اتغدى باكثر مطعم مدحون الناس لي، واللي هو مطعم القاهرة. بصراحة امس كنت راح اروحه بس كان جدا زحمة، فقررت اني اروح مطعم ثاني بداله. بس ان شاء الله اليوم اذا ما كان زحمة راح ادشه واقول لكم عن تجربتي معاه، واذا كان زحمة ايضا راح احاول اروح مطعم ثاني بداله. وبعد ما شفنا بعض اللقطات لمطعم القاهرة، يا الحين وقت التقييم. أول عنصر راح نقيم من خلال المطعم واللي هو الطعم. بالنسبة للطعم كان نوعا ما جيد ويستاهل التجربة، لكن بصراحة ما هو الممتاز، فتقييمي له 7/10. ثاني عنصر راح نقيم من خلال المطعم واللي هو جودة الأكل. جودة الأكل كانت نوعا ما متوسطة، وبصراحة كان جايبين لي اللحم يابس، وحالات اللحم يكون طري وترف، فتقييمي له أيضا 7/10. ثالث شيء راح نقيم من خلال المطعم واللي هو كمية الأكل. بصراحة كانت كمية الأكل نوعا ما متوسطة، فتقييمي لها 7.5/10. الشيء اللي بعد اللي راح نقيم من خلال المطعم واللي هو النظافة. بصراحة النظافة كانت ممتازة وتستاهل 8/10. الشيء اللي بعده واللي راح نقيم من خلال المطعم واللي هو الخدمة. الخدمة أيضا كانت ممتازة وتستاهل 9/10. وآخر شيء نقيم من خلال المطعم واللي يهم الكثير منكم واللي هو السعر. بصراحة المطعم أسعاره مناسبة للطعم الموجود والأكل الموجود، فأنا أشوف السعر يستاهل 8/10. يعطيكم العافية. وبعد هالمشي المتعب كله يبي له نوتيلا. تعالوا معي. هاي. Give me 1 نوتيلا.
يا عيني يا عيني شنو هالزين. بعد شوي زايد 10 كيلو على هالنوتيلا، الله يهداكم. يبيله مشي 5 ساعات. وبعد ما شفنا الفيديوهات واللي بصراحة تحور القلب، الوضع حده يبيله نوتيلا. بس عشان أكون صريح معاكم، أنا شريت النوتيلا فقط عشان أصورها مو عشان أكلها، لأن أدري لو باكلها الوزن راح يطق مليون. خلونا كذي أحسن. يمكن الحين بعضكم راح يقول أحمد هذا حرام، هذا تبذير. أقول لك لا تخاف، هذا مو تبذير. ليش؟ لأن الحين أنزل أشوف لاي واحد يبي أعطيه وانتهت السالفة، ويعطيكم العافية. وبكذي نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى ما تقصرون معي باللايك والسبسكرايب، وكثر ما سويتوا لايكات وسبسكرايب راح تخلوني أتشجع أن أسوي فيديوهات أحسن من اللي قبلها. لكن بكل صراحة إذا اللايكات والسبسكرايب والكومنتات قليلة راح يكون هذا آخر فلوق لي، واعتذر منكم.